زي ما احنا قلنا ان احنا في قرية بخانس النهارده في جولة استكشافية اللي بتخص المزارعين. الترعة ومية الترعة ومية المصارف شيء لا يقرر، زي ما احنا شايفين، والكاميرا ممكن تنزل كده اهو على ورد النيل وتبص حاجات. يعني ده انخفاض منسوب المية معنا، انخفاض منسوب بتأثر. أستاذة أمل، وأنت ابنة القرية وأحد أبنائها المغتربين وجيتي وشفتي الحاجات دي، إيه تقديرك ورد فعلك على الحاجات دي؟ هو زي ما حضرتك شايف، لو حضرتك بصيت الناحية التانية على سبيل المثال، اللي يشوفها الوهلة الأولى يعتقد إنها أرض ممكن يمشي عليها، ما يعرفش إن دي ترعة وده ورد النيل. ورد النيل بيأثر على المية زي ما كل المزارعين عارفين إنه بياخد خير المية. يعني المية مش بس قليلة للمزارعين، كمان بياخدوا منها نص مية. نص مية بمعنى نص العناصر الغذائية الموجودة في المية المفروض يستفاد بها النبات بيستفاد بها ورد النيل. دي رقم واحد. رقم اتنين، يقال ان في عملية تطهير بتتم كل سنة في القرية للترعة. انا مش شايفة اي عمليات تطهير. هل عمليات التطهير معناها ان تيجي الكراكات وتعمل رفعة او رفعتين تسيبهم على صورة ترعة وتمشي ويبقى كده عمل التطهير؟ التطهير لابد ان يكون تطهير شامل. احنا داخلين على السدة الشتوية. اتمنى من السيد وزير الري انه يساعدنا في تطهير الترعة، اولا حفاظا على ثروة مصر من قصب السكر. مصر انتاجها من قصب السكر لا يستهان به، ووجود المية بهذا الشكل ووجود الموارد المائية بهذا الشكل والترعة بهذا الشكل بيأثر على المزارعين، بيأثر على الانتاج. لو ان ده يرضي مسؤول مصري انا موافقه ان الكلام ده زي ما قلنا ان كاميرتنا في اي زمان وفي اي مكان بترصد احتياجات الشعب المصري، عشان الشعب المصري ده شعب قاسى كتير وعاش كتير وتعب كتير. لازم ان احنا نوقف معاه. رسالة لوزير البيئة والمختصين برجاء تطهير الترعة، واحنا معاكم كشعب وكناس هنساعد معاكم. شكرا استاذ امل. شكرا.